السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم رحمة كوك. كل يوم راح ندير معاكم ميني فلوج واش طيبت في نهار كامل، وراح نعطيكم 3 وصفات على بالي راح تحبوهم. وشوفوا معايا كيفاش فوت نهار كامل في الكوزينه. اولا استقهويت كيما راكم تشوفون. بعد فوت ندير الغداء اللي هو رولي. لهنا درت كميه مليحه تاع بصل وثوم، رحيتهم كيما راكم تشوفوا. راح ندير النص الكبير تاعهم في البورمه تاعي ولا في لاكوكوت. هنا قليته مع شويه زبده وزيت، وزدت له شرائح نتاع سكالوب. خلوهم كبار ما تقطعوهمش. راح نقليهم مليح حتى يبيضوا ويبدا يدخلهم طياب. من بعد زدت لي زيبيس تاوعي اللي هما كزبر، ملح وفلفل كحل وشويه زنجبيل برك، هذه تاع صوص بيضه. راح نزيد نقلي ثاني التوابل. من بعد زدت لهنا الحمص تاعي كان نص طياب. حطيت كميه مليحه تاع الحمص بيسك لاصوص هذه تجي لاباس تاعها بالحمص والدجاج، والباقي تاع الحمص حطيته في الاكياس هذو. ومن بعد دخلته الكونجيلاتور وقت ما نحتاج نجبد. وهذه لاصوص تاعي بعد ما مرقتها جوست ما يتغطى لي الدجاج والحمص برك. شوفوا معايا كيفاش الكركم نسيت ما قلت لكمش عليه، كيف عطاها هذاك اللون. نخليها تعقد وتطيب في عقلها. من بعد بقيه الاسكالوب حطيته في الاشواغ هذه. زدت له شويه معدنوس وشويه تاع البصل والثوم اللي قعدوا لنا، ملح، شويه تاع لاموطارد وشويه تاع هريسه مصنوعه منزليا. زدت رحيته مليح حتى تحصلت على هذا لابات. نفس الشيء راح نديرو مع الفيونداشي. راح ندير 2 كوش. درت لهنايا فيونداشي، درت له شويه نتاع البصل اللي بقالي والثوم وشويه معدنوس، ملح وشويه هريسه وشويه موطارد، وزدت رحيته مليح باش نتحصل على هذا لاباط. من بعد فوق بابي كويسون درت مربع بالفيونداشي. تحبوا ديروا الطبقه الاولى فيونداشي ولا اسكالوب كيما تحبوا نتوما. لهنا زدت حطيت فوقه طبقه نتاع الاسكالوب اللي رحيناه وداويناه. زدت غطيتهم بابي كويسون وزدت حليتهم. تحبوا تخدموا بالبابي اليمونتير ولا الفيلم اليمونتير كيما تحبوا. انا ما نحبش نخدم به. حليتهم بالقنوط، وهنا بعد ما حليتهم تحصل على طبقه واحده على شكل مستطيل. درت فيها بودان مليح تاع الفرماج، ومن بعد روليت اللحم تاعي فوق بعضه. تحصل على هذا الرولي. راح نغلقه بالبابي الومنيوم كيما راكم تشوفوا، ونضغط عليه مليح على جناب، وندخلوا الكوشه على نار قويه حتى يطيب ويخرج العصاره تاعو. من بعد دهنته بشويه نتاع الزبده ورجعته شعلت له من الفوق وخليته يتحمر مليح. هنا وجدت شويه نتاع لي فريت ولاصوص تاعي. بعد ما طابت درت لها شويه نتاع الدبشه. والطبق تاعنا راه جاهز ساهل ماهل. درت في صحن لاصوص من تحت، لي فريت على الجناب، والرولي تاعي قطعته وزينته كيما راكم تشوفوا بالقارص والدبشه، وتغدينا به بالصحه والهنا. من بعد راح نروح لكم الوصفه الثانيه ديريكت اللي هي رفيس تونس ولا الطمينه كيما تحبوا سموه. لهنا درت تقريبا علبه ونص تاع الزبده تاع 500 غرام تاع مارغرين. انا كيلت بالعلبه تاع لابيل. درت تقريبا علبه ونص، حمصتهم مليح فوق النار. لهنا عندي تقريبا كيلو تاع الغرس كان جامد شويه راح نفورو. وكملت حمصت السميد تاعي حتى ولا كامل احمر على حبه واحده. حمصوه مليح ما تخلوهش ني. من بعد وهو سخون راح نزيد له الغرس تاعي اللي فورته حتى طرا، وزوج مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع الزبده، ونعجنهم وهما سخونين. لازم يتعجنوا هما سخونين باش يدخلوا كامل في بعضهم. من بعد زيدوا السميد تاعكم شويه بشويه، وما تنساوش الملح. درت رشه صغيره نتاع الملح، وزيدوا السميد كيما تحبوا. لهنا درتو شاد روحو، تقريبا درت الكميه كامله تاع السميد. بعد حليته فوق بابي كويسون كيما هكا، وقطعته معينات ولا مقرودات، وتحصلت على الشكل هذا. الشكل يرجع ليكم نتوما كيما تحبوا ديروه ولا شكلوه كيما تحبوا. وقدمته مع قهوه العصر، جا هايل. وكامل طلبتوني في الوصفه في الانستغرام، راني خليتها لكم هنا ان شاء الله تستفادوا. من بعد راح نفوت لكم الوصفه الثالثه اللي صورتها لكم نهار اليوم اللي هي تاع العشاء. كنت مزروبه وما عنديش الوقت، وانا كل ما نحصل ندير لي بات هذو. نقطع البصل كيما راكم تشوفوا شرائح كبار ما يهمش الشكل تاعها، مع الثوم وقليته مليح. من بعد الطماطم نفس الشيء قطعتها كبيره ودرت لها شويه نتاع الدبشه، زدت قليتها مليح. زدت لها مغرف تاع طماطم مصبره
وزدت لها مغرف تاع الهريسه، وراح نزيد لي زيبيس تاوعي اللي هما راس الحانوت، كزبر، ملح وفلفل احمر حار وحلو وشويه نتاع زعيت. رازت قليتهم مليح، من بعد راح نمرق بالماء سخون ونخلي الخضره هذيك تاعي حتى يدخلها الطياب وتطرى. من بعد راح نجيب البراميكسير تاعي ونميكسيها في البرمايه بعد هكا باش نتفادى شاك فوا نبقى نرابي في البصله وحدها ونزيد نرابي الطماطم. هاد الطريقه تجيني سهله وسريعه. ميكسيت كلش في البرمه تاعي، خليته رفد شويه الغليه. من بعد حطوا له لي بات اللي تحبوهم، انا هنا درت سباغيتي. اذا تحبوا ديروا فيهم الدجاج في الاول قليوا الدجاج معاهم وخليوه حتى يطيب الدجاج، طلعوا الدجاج ومن بعد ميكسيو الخضره تاعكم. حطيت سباغيتي قيس المرقه نتاعي باش يطيب لي سوا سوا، يجي قد لاصوص قد لي بات. الطريقه هذه راح تعجبكم بالبزاف، سورتو في لي بات كي يطيبوا في لاصوص ما يطيبوش في الماء راح يجيو بنان. وهنا سباغيتي تاعي كيما راهو وجد قدمته للعشاء تعشينا به. بالطريقه هذه لي بات يجيوكم ساهلين في الخدمه تاعهم، 20 دقيقه وانتي وجدتيهم ويجيو بنان. كي يطيبوا في لاصوص تاعهم يجيو بنان. في الاخير كالعاده كش ما عندي كوموند الغدوه هذه كنوجدها في الليل. هنا وجدت السيرو وجدت لاجينواز تاعي باش الغدوه تجيني الخدمه سهله. في الاخير نقول لكم شكرا على المشاهده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا اليوم، والسلام عليكم.